بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم احبتي الاعزاء، سعيده بلقياكم مره اخرى. الفيديو ديال اليوم عباره عن حلوى سهله مهله. كتكون من 3 مكونات فقط، وكتجي بنينه ولذيذه. كنصحكم تعملوها لان فريمون لذيذه، وانا اقترحتها عليكم اليوم. انا تفكرتها كانت عندنا معتمده منذ القدم، وتفكرتها اليوم وقلت لي ما لا نشاركها مع احبتي الاعزاء. وش غنقول لكم؟ تبعوا معايا المراحل خطوه خطوه، لان فريمون سهله مهله، ممكن يصايبها حتى الصغير. انا خليتها لكم كما هي. مهم تبعوا معايا المراحل، وفرجة ممتعة. وكنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وراقكم، واذا راقكم وعجبكم خليوا لي تعليقات محفزة. مهم بادئ ذي بدء. مهم اول حاجة كنبداو بها هي كندوبوا الزبدة اللي حتى كيتغير اللون ديالها، حتى كيولي نوازيت، وتيزول منها داك اللبن او داك الحليب. كندوبوها مزيان. من بعد كيف ما كتشوفوا الكاوكاو بعد ما حمرناه كنحمروه كنزولوا له القشور وكنطحنوه وتنخليوه شي شويه ما تنطحنوش مزيان باش يبقى هكذا. ملي كتعضي العضه ديال الحلوى كتجيك فيها واحد القرمشه. المهم من بعد انا غنقول لكم شنو غادي نضيف الزبده غنزيد عليها كاوبيل. غنخلطهم مزيان وغادي نضيفهم على الخليط. المهم كلشي كيعرف يحمر الكاوكاو جو كخوا بيطحنوا هذا. المهم الاضافه انا ضفت الزبده على الزبده والكاوبيل على الكاوكاو. المهم كتخلطوا مزيان. وكنأكد الزبده تكون حيوانيه اللي كتكال. الزبده الحيوانيه هي اللي كنستعملوا في هاد الحلوى. وضروري ما الزبده انك تذوبيها اللي حتى كيتغير اللون ديالها وتيحيد من هذاك اللبن باش انك تذوب معكم هاد الحلوى اطول. المهم انا كما كتشوفوا كنحركوا مزيان، كنحركوا الخليط باش كينسجم لينسجم الخليط. صدقوني كتجي بنينه هاد الحلوى. كانت عندنا معتمده منذ الصغر. انا كنضيف اخواتي كنضيف الكاوبيل حيت حبيت اللون يكون اغمق. وكيف ما كتعرفوا راه مفيهاش السكر، اللي كيحليها هنا هو كاوبيل حلو وكيعطيها واحد اللذه مزيونه. المهم كتخلطوا باش كينسجموا العناصر كلهم. حنا قلت لكم هاد الحلوى كانت عندنا معتمده منذ الصغر، كانت كتعملها لنا الوالده، وتحيه للوالده من هذا المنبر. كانت كتعملها لنا، كانت كتعملها هي باللوز، مي انا حبيت نعملها اليوم بالكاوكاو باش تكون في متناول الجميع، كلشي يقدر يعمل الحلوى. سهله في الحقيقه. هذه الحلوى سهله، داكشي علاش بغيت نشاركها معكم لاحياء الحاجات القديمه. يعني حلوى قديمه صراحه والله. كانت كتعملها لنا الوالده، قلت لكم ملي كنا صغار كندوروا عليها وهي كتعملها. المهم تحيه للوالده. المهم انا درتها لكم كما هي، غنعملها لكم في الكويغطات بحال اللي هذا. غير اليوم هي كانت كتعملها باللوز، انا عملتها بالكاوكاو. هذا هو التغيير. وعملت اليوم ان شاء الله اضافه هي هذه. الاضافه اللي ضفت هو الكوك. وما ادراك ما الكوك، تعجبني كيعطيها لذه على لذه. المهم انا نورمالمون هي ب3 المكونات، ولكن اليوم انا حبيت نضيف لهذا المكون تعجبني بزاف. تا هو كيتواتى مع الشكلاط وكيتواتى مع الكاوكاو، تيجي زوين صراحه، تيعجبني انا بزاف. وكنخلطوا العناصر باش كتنسجم. فريمون كنصحكم تجربوا هذه الحلوى وردوا عليا في التعليقات وقولوا لي كيفاش جاتكم. المهم هذا هو القوام ديالها، هانتوما كتشوفوا. يعني انا
كنوريكم المراحل كلها، يعني سهله مهله، اخر لحظه تقدري تعمليها كتجي زوينه الصراحه. زعما انا اليوم تفكرتها وبغيت نديرها وحبيت نشاركها معكم لتعم الفائده، وانتم كذلك بدوركم بارطاجيوها مع صحابكم، مع الاهل ديالكم، مع الاحبه، مع الجيران، لتعم الفائده ولاحياء القديم. انا دابا كنعمر في الكويغطات. المهم انا قلت لكم حبيت نعملها لكم كما هي، كنا كنعملوها بالكويغطات، غير هما الكويغطات شحال هادي كانوا كيكونوا فيهم الالوان، كانت كتعمل الوالده الالوان كامله، الغوز، الاصفر، الزريرق، الاحمر، المهم كانوا فيها عده الوان. اليوم انا ما لقيت غير هذا، ولقيت واحد الدوغي، المهم حبيت هذا الابيض. المهم كتجي زوينه صراحه، كتشكلي بها الحلوى. المهم انا كنعمر، هانتوما كتشوفوا كلشي، كتشوفوه على عينيكم، كلشي واضح وباين، وضوح الشمس في يوم جميل. كنا كنحبوا هاد الحلوى وانا مازال كنحبها. المهم كتذكري سبحان الله داكشي القديم، كتذكريه وتيجيك بون كيولي سوفينير، واخا حلوه كتولي سوفينير. المهم ضروري متشخطين. المهم انايا كنعمر في هاد الكويغطات. المهم كل واحد انا المهم انا استعنت بملعقه صغيره، وانتم لكم واسع النظر، كل واحد والنشاطات ديالو، ديال الدماغ ديالو شنو غادي يطيح على شي فكره تعمري بها بحال هكذا، تعمريها بشي حاجه عاد تبداي. المهم انا هكذا كانت كديرها الوالده بمعلقه. عملتها لكم هكذا كما هي بالمعلقه، بكويغطات، الزبده، اللوز، انا عوض اللوز عملت كاوكاو. المهم يا سلام. المهم وانا كنعمر، وتحيه للصديقات ديالي اللي متبعيني، تحيه كبيره لهم، احبكم في الله. انتم متتبعين ديالي وكتشوفوا لي الفيديوهات وكتدعموني بالتعليقات ديالكم المحفزه. كنتمنى لكم الخير كله، وجزاكم الله كل الخيرات، كل الخير. هانتوما انا كنعمرها، انا قبضتها في يدي باش نتحكم فيها اكثر. وهي الحلوه ديالنا انا ساليتها بعد ما عمرت داكشي، راه هي كتقاد راسها، كتقاد من بعد هي كتشبر راسها بلا هذا. ضروري الثلاجه، خصكم تدخلوها للثلاجه، لان ملي تتبرد كيجي فيها واحد النغمه يا سلام. هانتوما كتشوفوا كلشي تقاد، كلشي كيتقاد، كلشي تيجي هو هذاك 5. المهم كتشكلي بها الحلوى، مثلا ملي كتعملي الفقاص وغريبه وهذا، هي كتشكلي بها، كتكون اضافه على الحلويات، كتجي زوينه وكتستهلك صراحه، كتستهلك بالزربه هذه، لان نظرا للذاتها العجيبه. المهم انا كنصحكم بها، نتوما كتجي زوينه، كتجي بزاف زوينه، وفيها منيضر وفيها بنه، وانا شاركتها معكم لانني تذكرتها. المهم زوينه. المهم كنتمنى هاد الفيديو ينال الاستحسان ديالكم ويعجبكم ويرافقكم، وان شاء الله الى فيديو قادم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في امان الله وحفظه، احبكم في الله. وسوف غنخليكم مع هاد الصور، والى اللقاء.